في الزمن البعيد جدا، ابعد من حد اعرفه، لو كنت عايش ما قبل العصور الوسطى في اوروبا، الاغلب انك كنت هتشتغل الشغلانه اللي ابوك شغالها، وتقريبا كده العيله كلها كمان. تعيين في الوظائف خصوصا الحكوميه كان بيتم بناء على العلاقات، يعني لو ابوك مهم وتعرف حد فوق هتشتغل، ولو انت اذكى الناس ومتعرفش حد هتقعد في البيت. الوظائف في كتير من المجتمعات كانت بتنتقل عن طريق الوراثه، يعني لو ابوك حداد غالبا هتطلع حداد زيه، ولو ابوك كاتب في ديوان غالبا المنصب هيكون ليك من بعد. بعض الشغلانات زي الطب والقضاء كان بيتم تدريب الشاب على ايد شخص خبير يعلم الصنعه من اولها لاخرها، ولازم تكون واصل عشان حد يعلمك شغلانه زي دي. المناصب السياسيه والعسكريه كان ممكن توصل لها بالقوه او الحظ، لو اثبتت انك قوي وتقدر تغلب بالسيف فغالبا هيكون لك شأن في الدوله. لو سافرنا بالزمن كام كيلو على الخريطة ونزلنا تحت شوية كده للعصر الذهبي الإسلامي، هتلاقي المسلمين في قمة مجدهم الحضاري، هتلاقي العلوم هناك في أعلى الهرم، بنوا بيت الحكمة في بغداد، وجامع القيروان، والأزهر في القاهرة، جامعة القرويين اللي بيعتبرها بعض المؤرخين بأنها أقدم جامعة في التاريخ. ومع كل التطور ده التعيين في الوظائف كان بيتم بطرق ثلاثة، لا إما بالتزكية زي إن الأستاذ أو القاضي يزكي طالب للعمل في منصب معين، تاني طريقة وهي الشهرة العلمية اللي كان بيبرح في العلم الناس كانت بتعرفه والحاكم كان بيطلبه بالاسم. الطريقة الثالثة وهي الاجتهاد، العلم كان يؤخذ بالتلقي من العلماء، واللي عايز يتعين يدرس عند علماء كبار وياخد منهم إجازة. الطريقة دي في التوظيف زي ما هو واضح فيها ظلم، تعتمد على الوسايط والرتب، وبكده الغني بيزداد غنى، والوظائف المرموقة حكر على طلبة النبلاء بس، وفي الأغلب مش كلهم عندهم الكفاءة المطلوبة. ولو استبعدنا فكرة الوساطة وإنهم يستحقوا فعلا، الطريقة دي كانت بتظلم الكفء الفقير الذكي الطموح اللي عنده حاجة يقدمها لمجتمعه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار المناصب على حسب الكفاءات، وكل واحد يقف في مكانه الصح. صديقي المصلح، لازم تسامحني على الفرهدة، محتاجين نتنقل لمحطة تانية ألا وهي الصين. الصين شافت الظلم اللي واقع على الفقير اللي مش قادر يترقى للمناصب العليا، وعشان كده اخترعوا تاني أوحش اختراع في العالم بعد السوشي، الامتحانات. في عهد أسرة سوي الإمبراطور الصيني كان محتاج لطبقة من الموظفين اللي يساعدوه في إدارة شؤون البلاد بشكل مستقر وموحد، وعشان كده اخترع النظام الكونفوشيوسي كجزء من إدارة الدولة. الفكر الكونفوشيوسي ده يا صديقي المصلح كان يعتبر الأيديولوجية الرسمية ساعتها في الصين، كانت بتركز على أهمية التعليم والجدية في العمل. لو كان التعيين في المناصب بيتم بالواسطة أو الوراثة، ده كان بيخلق صراعات وتنافسات داخلية، وده ممكن يأثر على استقرار الإمبراطورية. وعلشان كده كان لازم يبقى فيه نظام يعتمد على الجدارة، وعشان كده عملوا الامتحانات. تعال بينا نبص بصة على أول امتحان ورقي في التاريخ. الزمان 605 ميلادي، المكان الصين، اسم النظام الكيجو. الامتحان كان أسئلة عن الأدب الكلاسيكي والفلسفة الكونفوشيوسية والشعر ومهارة الكتابة الرسمية. أول امتحان في العالم كان على أدب. اللي بينجح في الامتحان ده كان بيشتغل موظف في الدولة، وطبعا لأن الوظيفة كانت أهم حاجة في الحياة لحد من يومين فاتوا، فالامتحان ده كان بيدخل الآلاف وكان بينجح عدد قليل جدا، لدرجة إن في ناس كانوا بيقعدوا بالسنين في الجبال علشان يبعدوا عن أي مشتتات. الامتحانات الصينية توسعت وتطور. النظام بدأ بسيط في عهد أسرة سوي، طور جدا في عصر أسرة تانج، ثم في عصر أسرة سونج بقى الامتحانات شيء ضخم. الامتحان بقى على 3 مراحل ممكن ياخد سنين في التحضير، وكان النجاح فيه كأنك كسبت اليانصيب. اللي بينجح اسمه بيكون على قائمة الشرف وبيتعين في مناصب رفيعة، ده بجد ربنا يعين ابن خالته عليه. النظام ده كان ثوري في الأول لأنه ادى فرصة للفقراء إن يتعينوا لو كانوا شاطرين، لكن مع الوقت العائلات الغنية بقت بتأجر مدرسين خصوصيين وتبعت أولادها لأماكن تعليم مخصوص، فبدأ العدل يختفي والامتحانات بقت سباق غير متكافئ بين الطبقات. سنة 1905 قررت الحكومة الصينية إلغاء نظام الكيجو بالكامل. ليه؟ علشان ما بقاش بيواكب التطورات الحديثة، كان بيركز على الحفظ والإنشاء أكتر من التفكير والإبداع. يعني بالبلدي الصين عملت الامتحانات عشان تكسر الواسطة، وبعد 1300 سنة لغوها تاني عشان إنها بترجع الواسطة من الباب التاني. بالرغم من ان الصين لغت فكره الامتحانات دي، الا ان الفكره بدات تنتشر في اوروبا، وخلاص ما بقاش في طريقه ان احنا نوقف النظام ده. الامتحانات بتنتشر زي الفيروس. بريطانيا كان اول من تبنى فكره الامتحانات من الصين. سنه 1855 بريطانيا عملت اول امتحان علشان تعين الموظفين، وده كان شيء ثوري وقتها. بعد كده في الدول الاوروبيه تحول التعليم من كل واحد يتعلم اللي هو عايزه لكله بيمشي على نفس المنهج. الجامعات اللي كانت في الاصل اماكن للنقاش والبحث بقت فيها امتحانات نهائيه وشهادات وتقديرات، وبدات تظهر افكار زي الامتحان التحريري والشهاده الثانويه واختبار القبول في الجامعات. مع دخول الاحتلال الأوروبي في المنطقة العربية ظهرت أنظمة تعليمية جديدة مبنية على النموذج الغربي.
مثلا في مصر محمد علي انشأ مدارس فيها نظام حديث فيه امتحانات وشهادات. في الشام والمغرب بدأت المدارس النظامية تنتشر في القرن ال19. الامتحان بقى الطريقة الرسمية الوحيدة علشان تدخل الجامعة، تتوظف، تتكرم او حتى تتحطم نفسيتك. الوضع فضل يتطور لحد اللي وصلنا ليه. امتحان ثانوية عامة يساوي مصير حياة. السات والتوفل والايلت، الامتحان البعبع اللي لازم تعدي عليه عشان تسافر. وامتحانات التوظيف وقول لي شايف نفسك فين كمان 5 سنين. الامتحانات بدأت كفكرة عظيمة وانتهت كابوس عالمي، من اختيار الموظفين في الصين لوجع القلب في الثانوية العامة، واللي بيحصل دلوقتي في كل بلاد العالم. الامتحان بقى رمز لو عايز تتقدم لازم تعاني الأول. بعد الحرب العالمية الثانية الدنيا اتغير، التعليم بقى حق للجميع مش بس النخبة. بدأت تظهر أنظمة زي الدرجات التراكمية، الاختبارات متعددة الاختيارات الMCQ، امتحانات القدرات العقلية والذكاء الIQ. في أمريكا مثلا امتحان زي السات بقى هو البوابة الرئيسية لدخول الجامعة، لكن الناس بدأوا يقولوا إن الامتحان ده بيظلم الفقراء واللي مش عندهم فرصة للتدريب، فبدأت بعض الجامعات تلغي الامتحانات أو تخليها اختيارية. واحنا ليه بنقيس ذكاء الطالب في ورقه واديتها ساعتين؟ فبدات تظهر افكار جديده، التقييم المستمر، الذكاء المتعدد، الامتحانات المفتوحه، الاوبن بوك. وفي بعض الدول زي فنلندا مفيش امتحانات موحده خالص.